فيديو النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض شنطة كلاتش بخيط المكرمية المصري. اتمنى الشنطة تعجبكم وتنفذوها بكل سهولة. لو اول مرة في القناة دوسوا لايك للفيديو واعملوا اشتراك للقناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله. ويلا بينا نبدأ شنطتنا. بسم الله. الادوات اللي هنستخدمها هنستخدم خيط مكرمية مصري. هنحتاج من اللون الاساسي حوالي 200 جرام. احلى حاجة في الشنطة الكلاتش النهاردة ان احنا هنستخدم بواقي الخيوط عندنا، مش هنحتاج ان احنا نشتري خيوط كتير. وهستخدم بواقي خيوط مكرمية عندي كلها خيوط مكرمية مصري بالشكل ده. وطبعا هنحتاج ولاعة عشان نقص بيها الخيط، ابرة تنظيف، وهستخدم ابرة ألمونيوم مقاس 6 مللي. يلا بينا نبدأ الشنطة مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة هعمل الدايرة السحرية او اللفة السحرية، وهبدأ ان انا اشتغل جواها. هعمل الاول غرزة سلسلة للتثبيت بالشكل ده. هشتغل جوه الحلقة 3 غرز من الحشو كده. الغرزة الاولى جوه الدايرة، برضو هشتغل الغرزة التانية جوه الدايرة، برضو هشتغل الغرزة التالتة بالشكل ده. يبقى عملنا دايرة سحرية وجواها 3 غرز من الحشو، وهشد الخيط بالشكل ده. تمام. هبدأ ان انا اشتغل السطر التاني. هرتفع غرزة سلسلة بالشكل ده وهلف الشغل. هبدأ اشتغل السطر التاني، بس السطر التاني هشتغل على اللفة الخلفية من الغرزة. احنا عندنا اي غرزة بتتكون من دراعين او طرفين، ده الطرف الامامي وده الطرف الخلفي. الغرزة بتبقى عبارة عن حرف في معانا بالشكل ده. الفتلة دي هي الطرف الامامي، والفتلة التانية دي الطرف الخلفي من الغرزة. هنشتغل على اللفة الخلفية من الغرزة. بعد ما ارتفعت سلسلة ولفيت الشغل، هبدأ ان انا اشتغل السطر التاني. هدخل هنا في اللفة الخلفية من الغرزة الاولى، وهعمل غرزة حشو عادية بالشكل ده. هدخل تاني في نفس المكان وهعمل غرزة حشو كمان. قاعدة عندنا في بداية السطر ونهايته هنشتغل تزايد، يعني 2 حشو في نفس المكان. تمام. بعد كده هاجي على الغرزة التانية اللي هي الغرزة بتاعة المنتصف، وهبدأ ان انا اشتغل فيها صدفة. صدفة عبارة عن غرزة حشو سلسلة غرزة حشو، ودي الغرزة اللي بتبقى في المنتصف في كل الشنطة. هنشتغلها بنفس الطريقة. هنشتغلها غرزة الصدفة. هنبدأ نشتغل. هعمل غرزة حشو بالشكل ده. احنا طبعا بنشتغل على الطرف الخلفي من الغرزة. بعد كده هشتغل غرزة سلسلة، وفي نفس المكان هشتغل غرزة حشو كمان. يبقى كده عملنا غرزة الصدفة اللي هي عبارة عن غرزة حشو سلسلة غرزة حشو. هاجي في غرزة السلسلة هعلمها بالشكل ده بالماركر، عشان في كل مرة هنشتغلها صدفة. يبقى كل غرزة سلسلة هتقابلنا هنشتغل عليها غرزة الصدفة اللي هي عبارة عن غرزة حشو سلسلة غرزة حشو. الغرزة الثالثة والأخيرة هنيجي على الطرف الخلفي من الغرزة وهشتغل فيها غرزة تزايد. أول حشو في نفس المكان هعمل غرزة حشو كمان. يبقى كده انتهى السطر التاني من الشنطة. زي ما اتفقنا ان الغرزة الاولى والغرزة الاخيرة بتبقى غرزة تزايد، وغرزة المنتصف بتبقى صدفة عبارة عن غرزة حشو سلسلة غرزة حشو. هرتفع سلسلة، هلف الشغل وابدأ ان انا اشتغل السطر الثالث. على كل غرزة تقابلني هشتغل عليها غرزة حشو، ما عدا الغرزة الاولى والاخيرة بعمل عليهم تزايد، والغرزة اللي هي السلسلة بعمل عليها الصدفة. هبدأ اشتغل. اول غرزة هعمل فيها 2 حشو في نفس المكان. طبعا بشتغل على الطرف الخلفي من الغرزة. الغرزة اللي بعدها هتقابلني بدخل في الطرف الخلفي من الغرزة وبشتغل غرزة حشو. الغرزة اللي بعدها بدخل في الطرف الخلفي من الغرزة بالشكل ده وبعمل غرزة حشو. هتقابلني الغرزة اللي هي بتاعة المنتصف او السلسلة، بدخل في الطرف الخلفي برضو من الغرزة وهعمل غرزة الصدفة اللي هي عبارة عن غرزة حشو. بعد كده سلسلة، بعد كده في نفس المكان غرزة حشو. يبقى دي غرزة المنتصف
اخد الماركر وابدأ ان انا احطه في غرزة السلسلة بالشكل ده عشان اعلم غرزة المنتصف. بكمل باقي السطر غرز حشو عادي على الطرف الخلفي من الغرزة بالشكل ده. هتقابلني الغرزة الاخيرة بعمل عليها تزايد، بعمل 2 حشو في نفس المكان. هنلاحظ عندنا بدأ يدينا شكل المثلث بالشكل ده. دلوقتي هبتدي السطر الرابع من الشنطة. هرتفع غرزة سلسلة وهلف الشغل، وعلى الطرف الخلفي من الغرزة هشتغل غرز حشو. طبعا الغرزة الاولى بنعمل فيها تزايد كده، اول حشو في نفس المكان هعمل غرزة حشو كمان. هكمل باقي الغرز حشو لحد ما اوصل لغرزة المنتصف. هتقابلني الغرزة اللي في المنتصف، هشتغل على الغرزة على اللفة الخلفية صدفة، عبارة عن غرزة حشو سلسلة غرزة حشو، وبحط الماركر في غرزة السلسلة بالشكل ده. هكمل باقي الغرز حشو على اللفة الخلفية. وصلت كده للغرزة الأخيرة، بشتغل 2 حشو في نفس المكان، الغرزة الأولى الغرزة الثانية. ويبقى كده خلصنا السطر الرابع من الشنطة. بدأ شكل المثلث ينتظم عندنا بالشكل ده. هشتغل بنفس الطريقة لحد ما اوصل للسطر ال12. وصلت كده لنهاية السطر ال12 بالشكل ده. هنلاقي عندنا هنا مجموع الغرز 21 غرزة، بعد كده غرزة المنتصف، بعد كده 21 غرزة. لازم نتأكد ان الطرفين بتوع المثلث متساويين عشان الشنطة تكون مظبوطة معانا، ما يكونش فيه طرف معوج. لازم يبقى مجموع الغرز في الطرفين بتوع المثلث او الضلعين متساويين. بعد ما خلصت السطر ال12 كده طول الشنطة عندي هتبقى حوالي 31 سنتي، وكمان يعني هيبقى لسه فيه جزء اللي هو بتاع التشبيك، يعني هتبقى اكتر، يعني هتوصل ل 32 سنتي. هكتفي بالعرض ده للشنطة. وطبعا لو احنا عايزين شنطة اكبر بنشتغل سطور اكتر، يعني ممكن نوصل للسطر 15 او 16. ولو عايزين نعمله بوك او حاجة ممكن نكتفي ب8 او 10 سطور حسب عرض الشنطة اللي احنا عايزينه. بنوقف الشغل لحد كده. بعد كده بجيب الولاعة وهقص الخيط، وبجيب ابرة التنظيف وابدأ ان انا اداري الخيط الزيادة. بجيب الولاعة برضو وبقص الخيط الزيادة. من اول السطر ال13 هبدأ ان انا استخدم الالوان. هعمل سطرين بالالوان وسطرين باللون الابيض. ومع بداية السطر ال13 هيبقى فيه اختلاف في الشغل في بداية الغرز. ده اول غرزة معانا، هبدأ ان انا اسحب الخيط من اول غرزة بالشكل ده، طبعا من الطرف الخلفي للغرزة، وبخلي معايا جزء كده. هبدأ اعمل غرزة سلسلة. اول السطر ده هنعمل تناقص عشان الشنطة ما تديناش الكيرف المثلث، تبدأ تدينا الشكل المستقيم. هعمل في الغرزة الاولى والتانية هعمل فيهم غرزة تناقص. عندنا طبعا بنشتغل على الطرف الخلفي من الغرزة، فهدخل في اول غرزة بالشكل ده وهسحب الخيط، خليه معايا على الابرة. بدخل في الغرزة التانية وبسحب الخيط، يبقى معايا 3 حلقات بالشكل ده. بعمل لفة وبسحب اللفة من كل الغرز اللي معايا على الابرة بالشكل ده. يبقى انا عملت الغرزة الاولى والتانية مع بعض غرزة واحدة، غرزة تناقص. يبقى من اول السطر ده هنشتغل اول غرزة واخر غرزة غرزة تناقص، وغرزة المنتصف ثابتة في كل سطر اللي بنعملها غرزة الصدفة اللي عبارة عن حشو سلسلة حشو. كمل باقي السطر كله غرز حشو على اللفة الخلفية بالشكل ده، غرزة حشو عادية لحد ما اوصل لغرزة المنتصف. وصلت كده لغرزة السلسلة غرزة المنتصف، وابدأ اشتغل فيها الصدفة
زي اي سطر هدخل في اللفة الخلفية من الغرزة بالشكل ده، وهشتغل عليها صدفة عبارة عن غرزة حشو بالشكل ده، بعد كده سلسلة، بعد كده غرزة حشو. تمام، ودي ثابتة في كل السطور. وهاجي عند غرزة السلسلة وهبدأ احط فيها الماركر. هكمل باقي الغرز غرز حشو عادية على اللفة الخلفية بالشكل ده لحد ما اوصل عند اخر غرزتين من السطر. لحد ما وصلت عند اخر غرزتين هبدأ ان انا اعمل فيهم تناقص. هدخل في الغرزة الاولى بالشكل ده وهسحب الخيط واخليه معايا على الابرة. هدخل في الغرزة الاخيرة واسحب الخيط واخليه معايا على الابرة. معايا كده 3 لفات على الابرة. هلف لفة وهسحب اللفة من ال3 غرز اللي معايا على الابرة بالشكل ده. يبقى كده عملت غرزة تناقص على الغرزتين الاخرانيين بالشكل ده، عملتهم غرزة واحدة. هبدأ اشتغل السطر اللي بعد كده. هرتفع سلسلة. هنعمل تناقص في كل سطر هيقابلنا في اول غرزتين. هدخل في الغرزة الاولى وهسحب الخيط واخليه معايا على الابرة. هدخل في الغرزة التانية وهسحب الخيط واخليه معايا على الابرة، وهلف لفة على الابرة واخرج اللفة من كل الغرز الموجودة معايا على الابرة بالشكل ده. كده عملنا اول غرزة تناقص في اول السطر، وبنعمل زيها في اخر غرزتين من السطر. هشتغل غرز حشو عادية على اللفة الخلفية لحد ما اوصل عند غرزة المنتصف وهعمل فيها غرزة الصدفة. وصلت كده لغرزة المنتصف. هشيل الماركر وهيجي عند الغرزة على اللفة الخلفية من الغرزة وهشتغل الصدفة اللي هي عبارة عن غرزة حشو سلسلة غرزة حشو. هرجع احط الماركر. هكمل غرز حشو عادية على اللفة الخلفية لحد ما اوصل عند اخر غرزتين من السطر. اشتغلت الغرز الحشو العادية لحد ما وصلت عند اخر غرزتين. هشتغل فيهم تناقص. هدخل في الاولى واسحب الخيط واخليه معايا، وهدخل في التانية واسحب الخيط. بعد كده هلف لفة على الابرة واقفلهم غرزة واحدة بالشكل ده. هنهي الخيط الاورنج. هعمل غرزة سلسلة للتثبيت وهسحب الخيط بالولاعة. هقص الخيط بالشكل ده، وبإبرة التنظيف هبدأ ان انا اداري الخيوط الزيادة وانهي السطر بالولاعة بالشكل ده. ده شكل الشنطة بعد ما خلصت السطر رقم 14. هبدأ اشتغل تاني بالابيض سطرين، وهرجع اشتغل بلون تاني سطرين، وهكذا. هنشتغل بنفس الطريقة لحد ما نوصل لطول الشنطة اللي احنا عايزينه، وبنمشي بنفس الترتيب. اول غرزتين بناخدهم غرزة واحدة، وكذلك اخر غرزتين بناخدهم غرزة واحدة تناقص. وغرزة المنتصف بتبقى صدفة عبارة عن غرزة حشو سلسلة غرزة حشو. هكمل دلوقتي سطرين باللون الابيض وهرجع اعمل سطرين بالالوان، وهكذا لحد ما اوصل للطول اللي انا عايزاه. بعد ما خلصت السطر رقم 16 هنبدأ ان احنا نلاقي ان الجزء اللي هو بتاع الشنطة من الجناب بدأ ان هو يدينا شكل مستقيم بالشكل ده بسبب التناقص اللي بنعمله في اول غرزتين. هكمل الشنطة بنفس الطريقة دي لحد ما اوصل للطول اللي انا عايزاه. وصلت كده لطول الشنطة اللي انا عايزاه حوالي 62 سنتي بالشكل ده. مشيت حوالي 48 سطر بالشكل ده. احنا اتفقنا ان احنا اشتغلنا الجزء اللي هو بالابيض ده كله بالتزايد من اول اللون الاورنج. بدأنا ان احنا نعمل تناقص في اول 2 واخر 2 عشان يدينا الشكل المستقيم من الجنبين بالشكل ده. ووصلت للطول اللي انا عايزاه. دلوقتي هبدأ ان انا اتني الجزئين بتوع الشنطة بالشكل ده، وهدي مساحة للقلاب ان هو يقفل بيها. القلاب هيبقى مثلا اخره هنا عشان اللون الاورنج يبان. تمام، وهبدأ اوصل الجزئين دولت مع بعض. هبدأ اوصل من اول الجزء الابيض مع الابيض وهكذا لحد تحت. تمام، هستخدم خيط المكرمية بتاعي في الوصل، وهبدأ اوصل الجزئين مع بعض. هدخل الابرة بالشكل ده في اول غرزة في الابيض عندنا، وهدخلها في اول غرزة من الابيض من الناحية التانية. تمام، وهبدأ اسحب الخيط بتاعي
بالشكل ده، وهثبته بغرزة سلسلة. هبدأ اخد غرزة من اليمين مع غرزة من الشمال، اسحب الخيط واسحبه من الفتلتين، وبعد كده امرر الغرزة من الغرزة الاولى. تمام. تاني هاخد غرزة من اليمين وغرزة من الناحية الشمال، هبدأ اسحب الخيط بتاعي منهم بالشكل ده، والغرزة اللي هتطلع معايا هسحبها من الغرزة اللي قبلها بالشكل ده، هتدينا غرزة السلسلة. تاني اللي بعدها هاخد غرزة من اليمين مع غرزة من الشمال، هسحب الخيط منهم هما الاتنين، بعد كده همرر الغرزة التانية من الغرزة اللي قبلها. هكرر بنفس الطريقة لحد ما اوصل لنهاية الجزئين مع بعض. باخد غرزة من اليمين مع غرزة من الشمال، بسحب الخيط منهم، وبعد كده بمرره من الغرزة اللي قبلها. ممكن نوصل الجزئين بأي طريقة وصل احنا حابينها، مش لازم الطريقة دي، بأي طريقة نوصل الجزئين مع بعض، وهيدينا شكل غرزة السلسلة بالشكل ده. تمام. هكمل للآخر كده، وصلت لآخر الصف، وصلت الجزئين مع بعض بالشكل ده، وهاجي في الآخر بقص الخيط الولاعة بالشكل ده، وببدأ ان انا اداري الخيوط الزيادة بتاعة البداية والنهاية في وسط الخيوط. وده الشكل النهائي للشنطة بعد ما خيطت الجنبين بالشكل ده بغرزة السلسلة. ده الشكل النهائي للشنطة الكلاتش، وده كان الشكل النهائي للشنطة. ونقدر نحط هنا قفل او مغناطيس او حتى كبسونة. وبكده خلصت الشنطة، وان شاء الله تقدروا تطبقوها بكل سهولة. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.